ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هشارك معاكم ان شاء الله النهارده وصفة كنتاكي. وصفة دجاج كنتاكي المشكلة فيها دايما بتبقى في التسوية، علشان الفراخ بتبقى بعضمها، وفي المحلات بيقلوا الفراخ تحت ضغط عالي بأجهزة مخصصة يعني. هشارك معاكم طريقتين النهاردة في البيت نقدر ان احنا نستخدمهم، تضمن ان الفراخ تطلع معانا دايبة ومستوية كويس جدا من جوه، ما فيهاش اي ريحة ولا طعم زفارة خالص. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي فولو، ولو اول مرة تشوفوني انا هدى. ويلا على طول نبدأ مع بعض. اول حاجة الفراخ، نجيب فرخة يكون وزنها صغير، اقصى حاجة كيلو 300 جرام، كل ما تبقى اقل كل ما يبقى افضل. دي فرخة واحدة انا مقطعاها ل10 قطع وشايلة من عليها الجلد. الجلد ما بيبقاش صحي ابدا في الاكل، علشان احنا كمان هنعمل طبقة بريدنج، فما نقلقش خالص ان الفراخ تنشف. انا بعملها من غير جلد، بس اللي حابب يعملها بجلد يعني براحته. قبل اي حاجة ننقع الفراخ كويس جدا في محلول عبارة عن مية وليمون وملح وقرفة وزنجبيل، نسيبها منقوعة لمدة ساعتين، وبعدين نصفيها كويس جدا من المية. نيجي للتتبيلة، عبارة عن الزبادي وخففتهم بمعلقتين كبار من المية. ممكن بدل الزبادي نستخدم حليب او لبن رايب المتوفر يعني، عادي براحتنا. قلبت الزبادي مع المية كده كويس، وبعدين هبدأ ان انا انقل الفراخ بتاعتي كلها على الزبادي كده، وهتلاقوا التتبيله بالظبط موجوده عندكم في اول كومنتس. وبعدين هبدا احط التوابل، احط مرقه فراخ معلقه كبيره، ومعلقه كبيره بصل باودر، ومعلقه كبيره توم باودر، معلقه كبيره بابريكا مدخنه، لو مدخنه طبعا تكون افضل من العاديه. وهحط كمان زعتر، وهحط معلقه كبيره من الملح، ورشه كده من الفلفل الاسود. واختياري ممكن ان احنا نحط مستردة، هما في المحلات بيستخدموا مستردة باودر، بس يعني المتوفرة اكتر هي المستردة اللي هي السايلة العادية. حط منها معلقة كبيرة، وبعدين هخلط كده المكونات دي مع الفراخ بتاعتي كويس جدا. وبأكد عليكم تاني انا مستخدمة فرخة واحدة بس، مقطعاها ل10 قطع عشان اساعد ان التسوية بتاعتها تكون مظبوطة. وده كده لشكل الفراخ بتاعتي بعد ما تبلتها. هسيبها في التتبيلة ليلة كاملة، انا سيبتها 24 ساعة، ممكن نسيبها 6-7 ساعات براحتنا، بس كل ما نسيبها كل ما الفراخ هتبقى اطرى وتشرب الطعم احسن. فافضل ان احنا نعمل الخطوة دي من بالليل. احنا كده تاني يوم هبدأ ان انا اجهز طبقة التغطية، عبارة عن 2.5 كوباية من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقتين كبار نشا، وعليهم خليط من التوابل اللي ظهر قدامكم على الشاشة. وبعدين هبدأ اجيب الفراخ بتاعتي بعد ما سبتها طول الليل، هحطها الاول في الدقيق، هضغط عليها كويس بايدي كده وانفضها كويس من الدقيق. احنا بنعمل الحركة دي عشان الفراخ تاخد كده شكل اللي هو الطبقة المقرمشة اللي فيها تموجات شوية. هعمل كده، وبعدين هنقل الفراخ بتاعتي في ميه، دي ميه عاديه خالص ما فيهاش اي حاجه. احط الفراخ في الميه وبعدين ارجعها تاني للدقيق، وبعدين هغطيها كده بطبقه الدقيق وهضغط عليها كويس جدا. انا عايزاها تكون متغطيه كويس قوي بطبقه الدقيق، وهنفضها كده عشان تاخد شكل التموجات. واعمل الحركه دي كده مرتين لحد ما اتاكد كده ان الفراخ متغطيه كويس جدا بالدقيق وخدت الشكل الجميل ده. وهفضل اعمل كده لحد ما اخلص كميه الفراخ بتاعتي كلها. وده كده شكل الفراخ بتاعتي بعد ما غطيتها بطبقة الدقيق. نيجي للتسوية، اول طريقة في الحلة الضغط، وهي الافضل لانها تسوي الفراخ بطريقة كويسة. تاني طريقة معانا اللي مش متوفر عنده حلة ضغط في طاسة عادية، بس هنكمل سوا الفراخ في الفرن. نبدأ بأول طريقة معانا، هنجيب الحلة الضغط، نحط كمية كويسة جدا من الزيت، يعني لحد نملاها كده بحيث ان الزيت يغطي الفراخ بتاعتي كلها، والزيت يكون سخن كويس جدا علشان الفراخ بتاعتي تستوي كويس. اقصى حاجة هنزل في المرة 4 قطع بس، واقفل الغطا بتاع الحلة الضغط كويس جدا، وهسيبها تقريبا ربع ساعة. بعد ربع ساعة فتحت الغطا كده، وده كان شكلها، اخدت اللون الجميل ده. ونكون حذرين جدا واحنا بنتعامل مع الحلة الضغط، واحنا بنفتح الغطا كده ما نفتحوش غير لما الضغط يخف خالص. بعدين انا بطلع الفراخ على شبكة، افضل ان احنا نطلعها على شبكة علشان تبقى مقرمشة. دي كده ال4 قطع اللي انا سويتهم في الحلة الضغط. اهم حاجة السوا من جوه، نشوف الفراخ فيها دم ولا ايه، لان الفراخ بعضمها فلازم نفتحها كده كويس. دي كده بفتح القطعة معاكم، وجبت اتخن قطعة موجودة، يعني نلاقي اكتر حاجة سميكة في الفراخ ونفتحها نختبر كده نشوف فيها دم ولا ايه. فتحتها ما شاء الله حرفيا كانت بتتهري في ايدي انا، بس ما كنتش عارفة امسكها كويس عشان كانت سخنة قوي. ما فيهاش اي دم خالص ولا اي ريحة زفارة، الفراخ ما شاء الله لونها فاتح جدا من جوه وتسويتها مظبوطة قوي. تاني طريقة معانا، في طاسة عادية على النار، هبدأ انزل فيها قطع الفراخ بتاعتي. برضو هنزل 4 قطع بس، ما نسحمش الطاسة، ونحط زيت غزير ويكون سخن جدا.
ونسيب الفراخ على نار متوسطة مايلة للعالية لمدة تقريبا ربع ساعة. هتاخد اللون ده، احنا لو سيبناها مدة اطول من كده ممكن تتحرق، فخلاص هنخرجها. طلعتها برضو على شبكة، وده شكلها كده بعد ما طلعتها. من جوه ممكن الفراخ تكون لسه مش مستوية قوي او بتشد معانا شوية في الاكل، عشان كده هجيب صينية وارص فيها الفراخ وادخلها الفرن متسخن لدرجة حرارة 200. هسيبها كمان ربع ساعة في الفرن. لونها مش هيغمق ولا اي حاجة، بس هتكمل سوا بالراحة كده من جوه. وده كده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. برضو ما شاء الله من جوه مفيش اي دم خالص، شايفين العظم باين اهو، يعني مستوي على الاخر، مهرية برضو قوي كده. بس احنا مش هندخل الفراخ الفرن غير المقلية في طاسة عادية، لكن لو احنا مستخدمين حلة ضغط مش هنحتاج ان احنا نكمل سوا الفراخ بتاعتنا في الفرن. وده كده شكلها ما شاء الله مقرمشة جدا من بره. وانصحكم ان انتوا تشيلوا طبقة الجلد. ودي كده الفراخ اللي احنا عملناها في حلة الضغط. ممكن نقدمها كده مع كول سلو او رز زي ما احنا نحب. ده شكل كده الفراخ بتاعتنا، طعمها احلى كتير من اللي احنا بناكلها في المطاعم. كفاية بس الجودة والنظافة، يعني نظافة الزيت والمكونات. طعمها جميل جدا، توابلها مظبوطة، لما سيبناها مدة طويلة كمان من بالليل في التوابل اخدت طعم احسن. وانصحكم ان انتوا تشيلوا طبقة الجلد اللي بتبقى بره، يعني مش صحية ابدا واحنا بناكل. وكمان ما نقلقش الفراخ مش هتنشف ابدا، لان احنا عاملين طبقة بريدنج اللي هي طبقة الدقيق، فمش محتاجينها في حاجة. وانصحكم كمان ما تستغنوش ابدا ان انتوا تنقعوا الفراخ في المحلول اللي انا قلتلكوا عليه في الاول، لان هو بيشيل اي دم او اي زفارة. ده اساس نظافة الفراخ. حتى لو غسلين الفراخ من قبل كده نعمله تاني. ممكن كده نقدمها مع رز او ممكن ناكلها مع سلطة. تعالوا كده اهم حاجة نفتحها تاني من جوه، يعني لحد العظم كده، ونشوف ايه الاخبار. ما شاء الله بجد الفراخ نضيفة جدا من جوه، مستوية بيرفكت. واخدت في الحلة الضغط تقريبا يعني ربع ساعة بالظبط، ربع ساعة. ولو مش عندنا يعني حلة ضغط عادي جدا برضو نعملها في طاسة عادية، برضو بتطلع النتيجة تحفة. يعني دي كده المعمولة في الزيت وكملت السوا بتاعتها في الفرن. بصوا وانا بفتحها يعني اول حاجة بانت هو العظم اهو. العظم نضيف جدا مفيهوش اي حاجة خالص، والفراخ من جوه لونها فاتح وجميل. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو وتعملوا لي شير، واستنى رأيكم تحت في الكومنتس لو جربتوها او عجبتكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة قريب. مع السلامة.